مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون المصري في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة والمواطن المصري. كل عام وكل مشاهدينا بخير وكل أقباط مصر بألف خير بمناسبة الاقتراب بعيد القيامة المجيد. يا رب كل أيامنا أعياد. الحقيقة أن وزارة الداخلية دايما مهتمة بالتحديث والتطوير كل الوقت، خصوصا في المجالات الأمنية، وبناء عليه قامت الوزارة بالحقيقة تحديث مجالات مختلفة، خاصة خدمتها الإلكترونية من خلال المنصة الموحدة للتحقق الرقمي، وده طبعا علشان تيسر وتسهل على السادة المواطنين الحصول على كل خدماتهم الإلكترونية بسهولة ويسر. كمان قامت الوزارة بتطوير عدد من الخدمات اللي بيقدمها قطاع الأحوال المدنية. مش بس كده، لكن كمان قامت الوزارة بتطوير عدد من الخدمات اللي بتقدمها الإدارة العامة للمرور، وده طبعا للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للسادة المواطنين. وزارة الداخلية حريصة على مكافحة كل أشكال الجريمة بما فيها الجريمة الإلكترونية، وده بيكون من خلال قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي بيتلقى وبيفحص كل البلاغات المقدمة من السادة المواطنين الخاصة بجرائم الإنترنت، وده بيكون من خلال وحدتها المنتشرة بمديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة أو من خلال المقر الرئيسي. خلينا نستعرض مع حضراتكم عدد من الأخبار اللي قامت بها قطاعات وزارة الداخلية المختلفة.
خبر معنا مشاهدينا، وبمناسبة عيد القيامة المجيد بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وفي برقيته أعرب السيد وزير الداخلية عن خالص التهاني وصادق الأماني للبابا تودروس والإخوة المسيحيين، مشيرا إلى استلهام معاني التضحية والفداء من هذه المناسبة، وأنها شاهدة على قوة الأمة المصرية ووحدة نسيجها الوطني. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بمصر، أعرب خلالها عن تهنئة طائفة الأقباط الكاثوليك راجيا استمرار الترابط بين النسيج الوطني. كما بعث الوزير أيضا لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريا زكي، معربا خلالها عن أمله عن أن تهل المناسبة أعواما عديدة وعلى شعب مصر العظيم في أخوة وتسامح ومحبة وترابط. كما بعث كذلك وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى القيادات والضباط العاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، مؤكدا على ثقته في عزم رجال الشرطة في شتى مواقع العمل وبحرصهم على الاطلاع بمهام رجال الأمن ليستروا بعطائهم أروع الأمثلة في الفداء. وبمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء 2025، وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 22 من إبريل حتى يوم الخميس الموافق 29 من مايو من عام 2025. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. استمرارا لجهود وزارة الداخلية لحماية حقوق المستهلكين وأحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار، فقد وصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة تم ضبط خلالها ما يقرب من 7 طن دقيق أبيض مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، ما يؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 6 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لكافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بنطاق عدد من المحافظات، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 6441 بطاقة رقم قومي وعدد 25541 مصدرا مميكنا. كما وصل القطاع على
مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 1347 بطاقة رقم قومي وعدد 130 مصدرا مميكنا. كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإفادة مأموريات لعدد 74 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. وآخر خبر معنا مشاهدينا في فقرة الأخبار، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم كافة التيسيرات لهم، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم. وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة. خلصت أخبارنا مشاهدينا، لكن معنا هذا التقرير الهام. الحقيقة منذ أيام بسيطة نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العلمي السنوي بأكاديمية الشرطة، واللي جاء تحت عنوان مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن، والحقيقة هو موضوع في غاية الأهمية. وده طبعا بيأتي تماشيا مع توجه الدولة نحو بناء الشخصية المصرية متمسكة بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية أيضا. شهد طبعا هذا المؤتمر العلمي حضور كبير جدا من المتخصصين وقيادات الدولة والخبراء والقيادات الأمنية، ده غير طلبة الجامعة والمدارس وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية وأيضا قادرون باختلاف. تناول النقاش على مدار جلساته يعني موضوعين الحقيقة في غاية الأهمية، هما بناء الشخصية المصرية بين ترسيخ الهوية وتعزيز الوعي، وكمان دور مؤسسات الدولة في بناء الشخصية المصرية. وخلال المؤتمر تم تسليط الضوء على أهمية بناء الشخصية المصرية، واللي بيعتبر ركيزة وركن أساسي وهام جدا في تحقيق أمن الوطن واستقراره. والحقيقة أن وزارة الداخلية دايما حريصة جدا على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في بناء شخصية أبناء الوطن من خلال برامج وتدريبات ترفع الوعي وترسخ قيم الولاء والانتماء. إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية مناقشة الموضوعات الاجتماعية ذات الأبعاد الأمنية بما يحقق تماسك المجتمع ويرفع الوعي العام، نظمت كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة مؤتمرها العلمي السنوي تحت عنوان مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن، والتي تأتي تماشيا مع توجه الدولة نحو بناء شخصية مصرية متمسكة بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية. بناء الشخصية المصرية مهمة جدا في الوقت الحالي مع وجود العولمة، مع وجود السماوات المفتوحة، بنشوف الشخصية المصرية رايحة فين. نقول كمان ان تنظيم هذه الندوة بالشخصيات الكبيرة اللي جت وقدمت واتكلمت غطينا معظم جوانب ما يهم الشخصية المصرية. تيجي الندوة النهاردة تماشيا واتساقا مع الرؤية العامة للدولة واستراتيجيتها في بناء الإنسان والاستثمار فيه كأغلى ما نملك من ثروات. وزارة الداخلية عبر هذا المؤتمر تؤدي دورا وطنيا في صناعة وعي ومكونات بناء شخصية مصرية وطنية لها هويتها.
تناول المؤتمر الذي شهد حضورا كبيرا من قيادات الدولة والخبراء المتخصصين والقيادات الأمنية وطلبة الجامعات والمدارس وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية والقادرون باختلاف، تناول بالنقاش على مدار جلساته بناء الشخصية المصرية بين ترسيخ الهوية وتعزيز الوعي، ودور مؤسسات الدولة في بناء الشخصية المصرية. تزكية النفس وبناء النفس هو الدور الأصلي لأي إنسان عايز يصلح في الأرض، وبالتالي مشاركة وزارة الداخلية يعني تبني وزارة الداخلية لهذه المبادرة شيء مهم جدا لقرب هذه الوزارة من أفراد الشعب. ولا جدال أن الشخصية المصرية رغم ما واجهته من إشكاليات صمدت، لأن الشخص المصري هو شخص يعرف من هو ومن هي مصر التي يعيش فيها. بذلك احنا بنوصل لمواطن صالح، تنمية بشرية ناجحة، وهذا هو العمود الفقري للتنمية لمصرنا الحبيب. خلال المؤتمر تم تسليط الضوء على أهمية بناء الشخصية المصرية، والذي يعتبر ركنا رئيسيا في تحقيق أمن الوطن واستقراره، حيث تحرص وزارة الداخلية على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في بناء شخصية أبناء الوطن من خلال برامج ودورات تدريبية لرفع الوعي وترسيخ قيم الولاء والانتماء. بنشكر وزارة الداخلية على تنظيمها لفعاليات المؤتمر دوت، وتعرفنا أهمية وتطوير الشخصية المصرية وقد ايه ده تأثيره على الأمن وعلى المجتمع المصري. كان المؤتمر والندوة النهارده شيقة جدا، اتعلمنا منها حاجات كتيرة في بعض القامات والفكر الديني، برضو كلمونا عن حاجات في الشخصية المصرية. مؤتمر من أهم المؤتمرات اللي احنا كطلاب مدارس نحضرها، لأنه اتكلم عن القيم والأخلاق في أهمية حياة أي مواطن مصري. وفكرة إن هي بتشاركنا احنا كشباب في حاجة زي دي في كل المبادرات دي، فده بيبين إن الدولة فعلا بتهتم بالشباب بتوعها. أوصى المؤتمر في ختام فعالياته على أهمية الاستقرار الأسري لبناء الشخصية المصرية إلى جانب المناهج العلمية والدراسية، واستعادة دور الإعلام الهادف والبناء، وترسيخ القيم الوطنية والمسؤولية الانضباطية والالتزام القانوني والوعي الديني والثقافي، وتبصير المجتمع بالتحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة والتكنولوجيا الحديثة ومتطلباتها، وإحياء الاحتفال السنوي بعيد العلم. مرة تانية مشاهدينا، كل عام حضراتكم بألف خير. أتمنى لكم أسبوع سعيد، وألقاكم على كل خير وسلام الأسبوع القادم بإذن الله، وحلقة جديدة والمواطن المصري.